ما يسمى بمقبرة أم سليمان. هذا اللي يكون خلفي، الذي يسمونه يعني بالمصطلح اليوم الرائج الحالي يسمونه مقبرة كورش. هذا القبر بالتحديد راح اشرح لكم حوله انه قبر فينيقي على الطراز الفينيقي، وما كانت في مقبره بنقوش اسلاميه. انا ما اقدر ادخل اليوم داخل واصور لكم من داخل، ولكن قبلي كانت يعني فريق للتحقيق كانوا جايين هاي المنطقه ومصورين من داخل المقبره انه مكتوب في اسلامي. والقبر يرجع الى عهد الاتابك، يعني حقبه زمنيه من بعد الاسلام الذي بنوا هاي المقبره، وبنوا على الطريقه اللي كانت رائجه في لبنان وفي مناطقنا العربيه. فراح ان شاء الله نشرح لكم اكثر حتى تعرفون تاريخنا وهويتنا، وان شاء الله تعرفون هاي كل الامور. احبتي شوفوا هذا المكان، صورت من التصاوير والواقع عليه كتيبه اسلاميه مكتوب الله ربنا، وكتابه ما تبين انا ما اشوفها من جريب، ولكن من المحتمل ان يكون من داخلها بها كتابه عربيه. والدليل على ان هاي الكتابه وهذا الاثر اثر اسلامي عربي يشوفون هسه ان شاء الله. راح اخذ لكم تصاوير اكثر من عده. شكرا لكم. مقبرة أم سليمان من أهم المقابر في مدينة شيراز، شوفوا مكتوب عليها بهذه التصاوير الله ربنا. والتصوير الثاني مكتوب عمارة المسجد الجامع للسلطان القاهر. هذا الكتيبة هذني بنفس المقبرة موجودات قريب عن المقبرة، يعني بعدين منها، ولكن الكتيبة الأصلية على نفس المقبرة مكتوبة الله ربنا. هذا المكان هو الواقع مقبرة لا يوجد عليه أي كتيبة من الكتائب، الخط المسماري ولا الخط الآرامي ولا الخط السرياني، بل عليه كتيبات عربية. هاي الكتيبة الموجودة على البوابة اتجاهها إلى القبلة، صخر المنحوت صخر أصم، ما بكتابة، أي كتابة ما موجودة عليه إلا الكتابة العربية الله ربنا، هم من الداخل وهم من الخارج. أنا شفت الخارج، من الداخل ما سمحوا لي بالدخول، ولكن من الخارج شوفوا بالتصوير على البوابة مكتوب الله ربنا واضح. بكثير من المصادر الإسلامية جاي ذكر هذه المقبرة. مثلا مذكور أن هذه المقبرة بنيت في سنة 500 وشيء، حتى شفت مكتوب واحد الصخور مكتوب بأن بسنة 560 بهالحدود. ولكن مذكور بسنة 510 ابن البلخي في كتاب فارس نامة يذكر أنها مقبرة أم سليمان. وفي كتاب حمد الله المستوفي نزهة القلوب يذكر أنها مقبرة أم سليمان. يان استرايس السائح الهندي في القرن السابع للميلاد زار هذا المكان، ويقول أن النساء من القرى المجاورة يزورون هذا المكان ويقولون هذا قبر أم سليمان. في كتاب آثار العجم لفرصة الدولة الشيرازية يقول أن هذا المكان قبر أم سليمان ابن جعفر أخو هارون الرشيد. في كتاب فارسنامة الناصري هكذا يقول أنه قبر أم سليمان. شوفوا أحبة الكرام، بهذا القبر مكتوب بالخط العربي الله ربنا، وكم كلمة من بعيد ومن قريب ما يبين، يعني أنا أشوف بس الله ربنا. دليل على أن هاي البناية بناية إسلامية. يقال أن من بعد انبنى عليها مسجد بعهد سعد بن الزنقي في سنة 620 أو 621، والله أعلم ما ندري دقيق. ولكن طريقة البناية، شكل البناية وطريقة النحت تشبه الطرق الموجودة في لبنان، يعني الطريقة الفينيقية نسميها، ودخلت بالطريقة الإسلامية. انبنت عدة مساجد بهذا الشكل بنحت الصخور، غير المساجد ما تنبني يبنون مقابر بهالشكل، ولا يزال اليوم بنفس لبنان موجودة هاي المقابر. وعندنا كم مقبرة موجودة بهذا الشكل، مثل مقبرة أكو موجودة بنفس التاريخ، موجودة مقبرة فردوسي بالمشهد، وعندنا مقبرة موجودة بدشتستان حوالي أبو شهر هم بنفس الشكل، هم بسنة 600 تقريبا، 600 500 مبنية. دليل على أن هذه المقابر مقابر إسلامية ولا ترجع إلى العهد الأخميني، وهذه أكذوبة تاريخية وبنوا عليها وصنعوا هاي الصنيعة تشوفونها اليوم. الطول البناية 13 متر ونص وعرضها تقريبا 12 متر ونص، مبنية على 4 أو 5 رديف من الصخور، صخور الكبار. وعلى الصخور أبدا ما يوجد كلمة غير الكتابة العربية، دليل على أن هاي البناية بناية عربية إسلامية. شكلها، طريقة نحتها، كانت أعمدة حواليها أعمدة المسجد، الذي هذا القبر يصير قريب على المسجد، كما عندنا كثير مقابر قديما وحديثا يخلون مقبرة ويبنون عليها مسجد. هذا شوفون انتم بعد وغضوا